رئيسا لمجلس الإدارة. الأجمل برضو أنه يعد أصغر رئيس مجلس إدارة موجود في الأندية المصرية، شاب عنده 32 سنة، أكيد هيبقى عنده وجهة نظر مختلفة لتطوير النادي. بنرحب بيه في هذه الفقرة. أهلا بحضرتك كابتن، الحمد لله على السلامة وألف مبروك. الله يبارك في حضرتك، وانا سعيد طبعا بالتواجد مع حضرتك في البرنامج الجميل ده. تشرفنا يا فندم. ربنا يخلي حضرتك. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك والحمد لله على السلامه من بورسعيد. ونادي المريخ نبذه، ما هي برضه هترتبط بالمريخ السوداني، نبذه عن تاريخ نادي المريخ. نادي المريخ تم انشاؤه من قبل الجاليه السودانيه اللي موجوده في مصر تيمنا بالمريخ السوداني، ودي يمكن معلومه جديده نحب نوضحها للساده المشاهدين. ارتباطك بنادي المريخ السوداني وتاريخك مع النادي، عفوا البورسعيدي يا جماعه احسن ناس يا جماعه يا جماعه نادي المريخ البورسعيدي. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه انا سعيد بالتواجد مع حضراتكم في البرنامج. انا ارتبطت بنادي المريخ ارتباط على مدار السنين، طول حياتي قضيتها داخل جدران نادي المريخ. التحقت بالنادي كان عندي حوالي 12 سنه سنه 92 او 93 حاجه كده يعني. يعني تدرجت في صفوف الناشئين من 12 13 سنه 14 لغايه لما صعدت للفريق الاول. ولعبت في الفريق الاول بنادي المريخ حوالي 12 او 13 سنه. الحمد لله قضيت فيهم اجمل ايام حياتي يعني، الحمد لله، وانا سعيد بيهم جدا الايام اللي قضيتها داخل جدران النادي. ايه اللي خلاك بقى تدخل الى مجال الاداره؟ يعني ايه اللي يعني انت كنت عضو مجلس اداره؟ لا انا ما كنتش عضو مجلس اداره. انا ما دخلتش مجلس اداره لا لا دي كانت اول تجربه ليا في الاداره. فترشحت على منصب رئيس النادي، والحمد لله بشكر الجمعيه العموميه ان هي يعني حظتني بثقه جميله جدا وانا وبترحاب شديد، والحمد لله رب العالمين انا سعيد بيهم جدا. لما كنت بلعب في صفوف في النادي كان من ضمن احلامي ومن ضمن طموحاتي ان انا اكون في يوم من الايام رئيس للمكان اللي اتربيت فيه. فلما جت الفرصه الحمد لله يعني حاولت ان انا اغتنم الفرصه وربنا كافئني الحمد لله. برافو عليك. الحمد لله رب العالمين. لكن انت بطلت لعب كوره بدري يعني ما انا كنت كان عندي حوالي 31 سنه، وبعد الثوره مباشره سنه 2011 كان حصلت لي اصابه كده في رباط صليبي. فرجعت بعد الاصابه واتمرنت تاني ولعبت في الفريق الاول. كويس. وفي واقعه ما كنتش بحب اقولها، بس يعني خلاص الانتخابات خلصت فممكن لما جيت ارجع كان النادي على راسه رئيس مجلس اداره الاستاذ المحترم الاستاذ سيد التوارجي. شخصيه طبعا ليها تواجد كبير داخل نادي المريخ، اعطت للمكان الكثير وصعد من الدرجه الثالثه للدرجه الثانيه بيه، وانا بشكره جدا. الاستاذ سيد التوارجي كان رئيس النادي واللي وقف في ظهري طول الفتره اللي فاتت. لما جيت ارجع العب فكان حب يعمل لي اعلى تعاقد في الفريق، فانا تنازلت عن كل المستحقات الماليه للنادي والقطاع الناشئين بالنادي، لان ما كنتش عارف هرجع ابقى زي الاول بعد الاصابه ولا لا. فانا من حبي للمكان وعلمي بالازمه الماليه الحمد لله تنازلت. بعد احداث بورسعيد قررت ان انا مش هلعب كوره تاني. سنه 2012 خدت القرار بقى خلاص. خدت القرار. كان الموضوع مأساوي شويه، فقلت لا خلاص كده مش هينفع. استنيت لما جت فرصه الحمد لله للترشح وترشحت والحمد لله. بس ما كانش في عروض يعني قبل الاعتزال من النادي المصري مثلا، من انديه اخرى؟ لا انا يعني كان عندي 25 26 سنه رحت النادي المصري وليا واقعه شهيره في بورسعيد ما احبش طبعا ان انا احكيها هنا على الهواء. كان المهم ليا شرط يعني في عقدي ان انا في عدم حاله يعني في حاله عدم توفيقي ان انا مش هلعب في نادي في مصر الا نادي المريخ، النادي اللي انا ارتبطت بيه عاطفيا وجسديا. لا دي قصه عشق بقى وحب واضح يعني. يا رب تنعكس بقى ان شاء الله على التطوير العمل جوه النادي. طيب لعيب كوره بيحب النادي بتاعه بينتقل الى المناصب حتى يصل الى انه يبقى رئيس مجلس الاداره، وانت لسه مبطل كوره فعارف ايه الهم. والناس في بورسعيد بتحب الكوره جدا طبعا، وزي ما مرتبطه بالمصري برضو مرتبطه بالمريخ على فكره. أكيد. ده بيلقي عليكم عبء مهم جدا انك تركز في اللعبه دي. هل ده كمان مفيد بوصفك كنت لاعب سابق؟ اكيد يعني من خلال ان انا كنت لاعب سابق في النادي ببقى عارف كل نقاط القوه والضعف الموجوده جوه النادي. فانا اعلم ما لا يعلمه غيري عن نادي المريخ من واقع الخبره الطويله. طبعا نادي المريخ يملك قطاع ناشئين محترم على مدار السنوات اللي فاتت، اخرج لعيبه كتير جدا خدم في الدوري الممتاز والنادي المصري بشكل خاص. مين ابرزهم مثلا؟ يعني كان طبعا الكابتن سيف داوود حصل على كاس مصر مع النادي المصري، كابتن مصطفى رياض نجم منتخب مصر السابق، مصطفى جعفر لاعب الزمالك،
احمد عثمان بيلي اللي على النادي المصري، والكثير. انا زعلت ان ذكرت اسماء لان اكيد هنسى كتير برضو. فعندنا طبعا كابتن شريف كراويه كان نجم منتخب مصر، وكابتن محمد ياسين، وكابتن يعني عندنا كان لعيبه كتير جدا. فطبعا قطاع الناشئين في نادي المريخ كان دائم افراز اللاعبين بشكل مميز. بس الازمه اللي بتواجه نادي المريخ على مدار السنوات اللي فاتت كلها الازمات الماديه. يعني الازمات الماديه، يعني كان عندنا رؤساء انديه رجال اعمال. طبعا الراحل الله يرحمه الاستاذ محمد شرف لم يبخل على النادي، كان الراجل اللي بيصرف من جيبه تقريبا بشكل كبير جدا. انت رجل من غير اعمال، انت رجل من غير اعمال يعني الحمد لله على كل حال. ولا رجل اعمال صغير يعني خلينا نقول الحمد لله على كل حال. الحمد لله رب العالمين. لا بورسعيد دايما مثالي. طبعا فطبعا كان برضو من رؤساء الانديه المحترمين جدا اللي جم نادي المريخ واعطوا الكثير. الحاج محمد الملاح صعد بالنادي من الدرجه الثانيه الممتاز، وقعدنا 8 سنوات في الدوري الممتاز، وكان يسبقه الحاج عادل جلال. ده راجل مؤسس في نادي المريخ وراجل شخصيه محترمه جدا جدا. كلنا في بورسعيد بنحترمه جدا. الحاج محمد الملاح والحاج عادل جلال والحاج سيد التوارجي والحاج محمد الموافي من الناس اللي اضافوا النادي المريخ جدا يعني. فاتمنى ان انا انتهج نفس النهج. احنا معانا بعض اللقطات لكابتن احمد جوهر. طبعا وهو طبعا بيسلم على اللاعبين ده بعد الفوز. كابتن لا ده كان في اول يوم بعد الانتخابات. بعد الانتخابات اول يوم يعني اول يوم بعد اعلان النتيجه. بعد اعلان النتيجه فانا طبعا توجهت للاعبين وحاولت ان انا اسلم عليهم. زملاء بقى كلهم زملاء سابقين وكان في متواجد الكابتن حسام غيبه المدير الفني للنادي. كان عندك احساس بالفوز؟ يعني انت طبعا اكيد هتواجه يعني ناس يمكن دخلوا قبل كده الانتخابات اكتر من مره، حد ليه خبره في مجال مجلس اداره نادي المريخ البورسعيدي. يعني ايه اللي لفت نظرك في الانتخابات السنه دي، واحساسك ايه؟ يعني كنت حاسس انك هتفوز، وهل توقعت كمان الجمعيه العموميه وفوزك من قبل اعضاء؟ هو انا عايز ابدا باختصار برضو كده من البدايه. انا لما حبيت ان انا افكر بصراحه استاذنت واخدت راي الاستاذ سيد التوارجي اللي هو رئيس النادي السابق. فالراجل وعدني ان هو هيقف معايا وهيقف في ظهري. فانتظرت برضو الحاج محمد الملاح. احنا عندنا في النادي قطبين مؤثرين جدا في الجمعيه العموميه، والحاج سيد التوارجي والحاج محمد الملاح. فخدت راي القطبين بتوع النادي، فالناس وعدوني انهم يكونوا واقفين معايا. فتفائلت جدا وصليت استخاره، والحمد لله رب العالمين توكلت على الله. كمان كان يرأس النادي خلال الفتره السابقه الكابتن مرسي سرحان. على المستوى الرياضي هو اكتشفني كلاعب، وهو اللي قدمني للناس، وكان مديني مساحه في جانب الاداره طوال فتره توليه. هو نائب رئيس النادي الحالي. هو نائب رئيس النادي. فانا بشكره جدا طبعا على الهوا، وبشكر الحاج محمد وبشكر الاستاذ سيد التوارجي. بس كان يؤرقني بشده مساله الاشراف على الانتخابات. فانا حابب جدا ان انا اشكر مدير الشباب والرياضه الاستاذ يسر القاضي والكابتن حسام المكارم اللي يعني اسلجوا صدري باشرافهم على الانتخابات، ان كان التصويت بشكل محترم. الفرز كان علني قدام الناس. فانا كنت متخوف جدا من القصه دي، بس طبعا هم الحمد لله ريحونا جدا. فكانت النتيجه مفرحه بشكل كبير. توسلت في الجمعيه العموميه. توقعت النتيجه؟ هو انا كان في شواهد مثلا بتقول ان الحمد لله كنت متوقع ان ربنا هيكرمني وان شاء الله اكسب، بس ما توقعتش فرق الاصوات. الحمد لله كان فرق يعني كان بالنسبه لي كبير، ما توقعتوش. بس انا بشكر الجمعيه العموميه جدا 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 اللي حضرت، الناس اللي حضرت، سواء ادوني صوتهم او ادوا هو عدد الجمعيه العموميه كام؟ احنا نادي المريخ يعتبر نادي عائلي. عدد الجمعيه العموميه اللي كان لهم حق التصويت 693 عضو. فكان الماتش ماشي دخلت في حاجه 350 حاجه صوت تقريبا. انا حصلت على 373 صوت. فالحمد لله كانت نتيجه كبيره يعني. الحمد لله حتى دي كانت اكبر نتيجه تحصل في تاريخ النادي، ان مرشح بيحصل على عدد الاصوات. فطبعا دي كانت حاجه فرحتني جدا جدا. على ذكر انه نادي عفوا عائلي، فمجلس الاداره نادي المريخ فيه 3 اخوات على فكره. احنا عندنا اب وابنه في الزمالك، وعندنا في الاسماعيلي اب وابنه برضو اعضاء مجلس الاداره، رئيس وعضو. عندنا بقى 3 اخوات ما شاء الله، الكابتن احمد جوهر ومعاه عضوين في مجلس الاداره، ربنا يخليهم لبعض جميعا، كابتن عمرو جوهر والكابتن ابراهيم جوهر. ايه القصه دي؟ القصه طبعا هو انا حابب اوضح معلومه. احنا اعضاء مجلس الاداره 9 اعضاء. احنا مش 3 اخوات، احنا 9 اخوات. مش طبعا يعني ده صح كده. التسعه لا التسعه طبعا يعني اخوات في الله وفي الوطن حب المريخ وفي حب النادي.
كلهم اصدقائي وتربطني يوم علاقات رهيبه. احنا لما كان بدانا نبدا الانتخابات كان بيترشح 2 تحت السن، فكان ابراهيم جوهر ترشح على مقعد تحت السن، وكان معاه الاستاذ محمود الملاح ابن الحاج احمد الملاح. هما شخصيتين بصراحه اضافوا النادي المريخ جدا. كان احد المرشحين على منصب الرئيس هو الباشمهندس عاطف موسى، اقترح في انتخابات الدوره في بدايه الدوره ان عمرو جوهر يترشح والجماعه العموميه اختارته. فانا لما حبيت اترشح كان بعد وفاه المرحوم الله يرحمه اسمه محمد شرف، كانت انتخابات تكميليه. على المنصب ترشحت والجمعيه العموميه اختارتني. حابب مش دي على فكره مش اول نادي يكون فيه الحس العالي. لا عندنا اشهرهم العثمانيين زي ما بيطلقوا طبعا عملوا الكثير للرياضه المصريه وغيرهم طبعا كتير. لا هي الفكره اللي تفسر ده ان زي ما حضرتك قلت انه اعضاء الجمعيه العموميه عدد محدود جدا، تمام، وبالتالي الفرص تواجد الاسر انها تبقى موجوده ومؤثره ده مش ده يعني ما يغيرش او يقول انه في حاجه يعني مبالغه. لا خلينا ننتقل بقى للجانب بقى الشغل بقى بجد. مجلس الاداره ده عايز يعمل ايه لنادي المريخ؟ نادي المريخ محتاج منكم ايه؟ ايه نقاط الضعف ونقاط القوه؟ التمويل، الفلوس، هل تركيزك على فرقه الكوره؟ انت بتلعبوا كوره بس ولا عندكم العاب ثانيه؟ كلمنا كده عن الفرقه بتاعتك. هو طبعا نادي المريخ بنسبه كبيره جدا مبني على كره القدم. كان عندنا العاب فرديه زي الجودو زي الجمباز، بس طبعا الالعاب ما لهاش صدى داخل النادي يعني. مجلس الاداره اللي انا بشرف بتواجدي معاهم بيملك خطتين، خطه اداريه وخطه فنيه. على الجانب الاداري الخطه الاداريه اللي احنا بنامل تحقيقها ان شاء الله، نملك خارج اسوار النادي اكاديميه على شارع رئيسي في بورسعيد اللي هو شارع محمد علي. المكان ده يجب استغلاله بالشكل اللي يعود على نادي المريخ بعائد مادي وعائد مالي. هتبقى اكاديميه كره قدم. هي اكاديميه كره قدم، بس انا خدت وعد من مدير المديريه الاستاذ يسر القاضي المحترم ان هو هيقدم ورق للباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه بتمويل انشائي لهذه الاكاديميه، وطبعا هيعود على النادي المريخ طبعا ان شاء الله بعائد محترم. هنعمل هيكله اداريه للنادي وهنعمل حاجات كويسه ان شاء الله، انشاء موقع، وده على الجانب الاداري. الجانب الفني عندنا قطاع ناشئين اخرج الكثير. اتمنى النهوض بالقطاع مره اخرى. يعني قطاع الناشئين اللي هو كان على اساسه بيقوم نادي المريخ، اتمنى ان شاء الله هنفوض مدير قطاع محترم وهنبدا ان شاء الله بعمليه يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده فلتره للقطاع. ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه جدا. كويس. الجانب الفني بالنسبه للفريق الاول السنه دي بقياده الكابتن حسام وهبه احنا في المنافسه بتفصلنا على المركز الثالث نقطتين. ان شاء الله النهارده عندنا ماتش مهم مع غزل دمياط، هنحاول ان شاء الله ان احنا نكسب. وبالنسبه للسنه الجايه هيكون بقى في تخطيط. انتوا بتلعبوا على ملعبكم؟ بنلعب في بورسعيد، وبشكر السيد مدير الامن على تامين المباريات، وبشكر سياده المحافظ السيد اللي هو اركان حرب سماح قنديل اللي هو يعني عمل مع نادي المريخ ما لم يعني عمله غيره. يعني الراجل ادانا دعم، واخر دعم كان